علشان زيزو بمستوى ثابت اخر موسمين هو كان افضل لعيب. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ قلت اطلع اصبح عليكم كده عشان امبارح كنت عايز اعمل فيديو منتخب، بس للاسف الثانويه العامه سيطرت على الموضوع ومعرفتش اعمل حاجه. اللي اتفرج على الماتش امبارح او اتفرج على منتخب مصر في الاولمبياد يشوف ان ميكالي مدرب ممتاز، والتيم اللي معاه كلهم لاعيبه محليه بس رجاله. المنتخب ده لو خد فرصه مكان المنتخب الكبير ممكن يحقق حاجه، وما بتكلمش ان هو يحقق حاجه ان هو يلعب بقى كاس عالم ولا ان هو يدغدغ الدغاديغ ويعمل اللي المغرب عملته السنه اللي فاتت كاس العالم، انما هيبقى عندك شكل لو ميكالي استمر شويه مع الناس دي. لو ميكالي دوت مسك المنتخب الكبير، طبعا ده انا ما برجحوش عشان انا داعم كبير لحسام حسن، في حاجات ممكن تلاقي ان عندك شكل كره مصريه، انما ان احنا نقعد ده عشان مثلا هياخد رابع ان شاء الله التيم دوت يرجع بالبرونزات، مثلا لو خد رابع فنيجي نقول لا نمشيه، ما ينفعش. الراجل دوت بيعمل لك فريق وبيبني لك فريق يعيش معاك 10 15 سنه، فالمفروض ان ندعمه علشان يعرف يكمل، علشان لو دخل اي حاجه تاني يبقى بيعافر. امبارح شفتوا هنري لما جاب جول التعادل معانا كان بيتنطط ازاي؟ هنري بيتنطط عشان اتعادل مع منتخب مصر، مع ان كل الناس تقول لك ده هينزلوا يمسكوا مصر طخ طخ على طول وخلصت. منتخبنا رجاله بدون استثناء، والناس اللي بتتكلم في الفيديوهات وتقول لك بلاش يا حمزه تقول زيزو احسن لاعب في مصر، وانت يا مصطفى يا سعد ما تقولش كده علشان ما يزعلوش منك. انتوا ناس مخها ضيق، علشان زيزو بمستوى ثابت اخر موسمين هو كان افضل لعيب. دلوقتي بقى لما نيجي نحط في مقارنه هتلاقيه ان هو لو هو مش رقم واحد هتلاقيه من الثلاثه من الخمسه التوب. فبلاش نبقى جمهور دماغنا ضيقه، علشان ده ما بينفعش. هم حبايب واصحاب كلهم في بعض، انما احنا اللي بنقعد نحرق في دمنا وفي الاخر على ايه؟ على الفاضي. فيا ريت بس ايه تفوقوا شويه كده وتدوا حبه لايكات، كومنتاتكم جميله، ورونا يعني اي حاجه. ويلا نتقابل بعد الثالث والرابع.